عسل منزلي بطريقة اللي هي سهلة واقتصادية واللي غادي تولي معتمدة عندك بلا ما تبقاي تشريه تصاوبيه غير في دارك، واللي غتخرج لك واحد الكمية اللي هي كتيرة. فما تنسيش تسجلي عندك الوصفة وتبعي معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنسيش تخلي ليا اللايكات والتعليقات باش يوصلك ديما جديد الفيديوهات ديال عالم صفوان. اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنحتاجو هنا قالب ديال السكر من وزن 2 كيلو، قرعه ديال الايترو ديال الماء يعني كتهز ايترو، وغنحتاجو كذلك واحد حامضه هنايا وعويدات جوج القرفه. هنا من بعد ما هرسنا داك قالب ديال السكر من وزن 2 كيلو، هرسنا الطريفات صغار يعني قطع صغار. بطبيعه الحال غادي نحتاجو مع ايترو ديال الماء، قرعه اللي كتهز يعني العبار ديال ايترو ديال الماء، تقدروا تعبروا باي قرعه متوفره عندكم. غنحتاجو كذلك حامضه، وغادي نحتاجو عويدات جوج القرفه. وغادي نبدا معكم هنايا على بركه الله في التحضير ديال هذا العسل. هنا غادي نحتاجو هنايا طنجره اولا الكوكوط اللي غادي نوضعوا فيها دوك القطع ديال السكر، يعني من بعد ما هرسناه قالب ديال السكر من وزن 2 كيلو وضعناه هنايا في هذه الطنجره. فغادي نوضعوا عليه كذلك هنا ايترو ديال الماء، يعني قرعه ديال الماء اللي كتهز ايترو ديال الماء. هنا على حسب العسل كيفاش بغيتي، يعني الا بغيتي العسل يكون ثقيل يعني ما بينه وبين راه كديري غير ايترو ديال الماء، بغيتي العسل يكون خفيف راه كديري ليه ايترو ونصف ديال الماء. هنا غادي نزيدو عليه 3 القطع اولا 3 طرونش ديال الحامض، يعني ما غاديش نكثروا هنا يعني الحامض بزاف، يعني تقريبا نص حامضه، يعني ما غنديروش حامضه كامله. وغادي نضيفو كذلك عويدات جوج القرفه. فهنا الا درتي حامضه كامله يقدر يجي العسل يكون المذاق ديالو حامض بزاف، فكنديرو غير القياس. هنا كنخليوه يذوب غير واحد شويه، ومن بعد كنوضعوه على النار لانه راه غادي يذوب في الاخير. وهنا غادي نوريكم هنا بمرحله بمرحله من بعد ما كنسدوش عليه في الطنجره، يعني كنخلو الغلاقه ديالو غير مبسمه شويه. هنا كما كتشوفوا معايا من اللون الابيض حتى اللون الصفر، يعني كيتغير اللون ديالو. انا فقط كنحاول نوريكم بمرحله بمرحله. من اللون الصفر كيتغير اللون ديالو يعني الاحمر، يعني بحال قهوي شويه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كتطلع ديك الغليه ديالو صافي، هنا راه كنطفي عليه. يعني فاش كتطلع ديك الكشكوشه الفوق هنا صافي راه كنطفي عليه. راه تقريبا كيطيب واحد مده نصف ساعه تقريبا، هو كيطيب على العافيه مهيله. هنا كنخليه حتى كيبرد، عاد كنطلع ليه. كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيولي. هنا صافي راه العسل وجد. وباش كنعرفوا يعني السر باش كنعرفوا ان العسل راه واجد، ملي كنشوفوا دوك القطع ديال الحامض اللي وضعناه فيه، يعني تغير اللون ديالو ولا داك الحامض معسل، صافي راه هنا كيوجد لينا داك العسل. هنا هاد العسل غادي نوضعوه هنا في قرعه ديال الزجاج اللي كتكون محكمه الاغلاق. تقدروا توضعوه نتوما في اي قرعه متوفره عندكم. كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديال العسل كيفاش داير. هنا وضعته في هذه القرعه، يعني عمرت ليا هذه القرعه كامله، ومازال باقي ليا العسل في الطنجره. كيف ما كتشوفوا معايا هنا الكميه اللي خرجت ليا هاد القرعه الكبيره وقرعه الصغيره حتى هي. هنا القرعه الكبيره ديال الدجاج راه فيها تقريبا كتهز 1 كيلو اللي هو ايترو، والقرعه الصغيره راه كتهز نص كيلو اللي هي نص ايترو. وهذا هو الشكل النهائي ديال العسل اللي وجدت معاكم واللي تبعته معايا مرحله بمرحله، وبطريقه اللي هي سهله واقتصاديه وعمليه، واللي تولي معتمده عندك في دارك وتولي تصايبيه بلا ما تبقاي تشريه. كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالو، هذا هو القوام ديال هذا العسل غير بقرعه ديال الماء، يعني بايطرو ديال الماء فقط.
هنا يعني العسل ما جاش ثقيل بزاف وما جاش خفيف بزاف، يعني ما بين وبين، واللي يمكن لك تحطيه في وقيته ديال الفطور اولا في وقيته ديال الكوتي. كيف ما كتشوفوا معايا الحطه ديالو كيفاش كيبان. هنا هاد العسل اللي يمكن لك توجدي عفوا به المملحات اولا المعسلات اولا الحلويات، بحال مثلا الشباكيه اولا البريوات او المسمن اولا البغرير. فاي شهيوه من الشهيوات اللي يمكن لك توجدي به هاد العسل هذا، فراه المذاق ديالو كيجي رائع بالنسبه ديال داك ديك عويدات ديال القرفه، فكيجي رائع في المذاق ديالو وحتى في الشكل ديالو القوام ديالو كيفاش كيجي كيف ما شفتوا معايا. فراه كيجي في المسمن رائع وفي الحلويات اي شهوه تبغوا توجدوها به يمكن لكم توجدوا به هذا العسل هذا. فالعسل الا كنتي بغيتيه يجيك خفيف فراه كديري ليه ايطرو ونص ديال الماء، اما الا بغيتيه يكون ثقيل بحال الماء هكا فكنديروا ليه ايطرو ديال الماء. فكنتمنى تعجبكم الطريقه اللي شاركتها معكم وهذه الوصفه اللي غادي تولي معتمده عندكم. القاكم الى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.